السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا وسهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا دايما طيبين وبخير. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع ممكن يكون بسيط جدا لما تسمعه للمرة الأولى، لكن تأثيره على حياتنا كبير جدا، وهو موضوع السعادة الحقيقية. السعادة اللي ساعات كتير مننا بيفكر أو بيربطها بالفلوس أو بالوظيفة أو بالسلطة أو بالظاهر بس، لكن الحقيقة إن اللي عايشين ببساطة، اللي هم ما عندهمش حاجات كتيرة، ساعات سبحان الله حياتهم بتبقى مليانة فرح وراحة بال أكتر من ناس كتيرة عندها كل حاجة ماديا. وده اللي عايزين نفهمه النهاردة، يعني نعرف إزاي نقدر نعيش حياة أهدى وأجمل من جوه قلوبنا. أول حاجة لازم نفهمها إن السعادة الحقيقية مش مجرد ضحك على وشنا أو فرحة مؤقتة، لا، السعادة الحقيقية هي الراحة اللي جوه قلوبنا، اللي هو شعورنا بالرضا، نشعر بالرضا باللي عندنا، تقدير اللحظة اللي احنا عايشينها دلوقتي أو اللي احنا فيها، ان احنا نقدر نشكر ربنا على كل حاجة حتى لو كانت بسيطة. عارفين في ناس كتير جدا بتقيس السعادة بالماديات وباللي شايفينه في حياة الناس التانية، لكن ساعات اللي عنده كل حاجة ماديا بيحس بفراغ كبير جدا جواه. عشان ايه؟ عشان هو مش مركز على اللي عنده ولا شاكر عليه. وده بقى الفرق الكبير اللي بين السعادة السطحية والسعادة العميقة. السعادة العميقة دي بتخليك تصحى الصبح مبسوط، بتنام بالليل مرتاح حتى لو عندك أقل من اللي عند غيرك. سبحان الله. ليه بقى؟ لأن قلبك راضي، ذهنك هادي، روحك ممتنة. السر الأول اللي ممكن نخلي يومنا أجمل بيه هو الامتنان. الامتنان مش بس كلمة بنقولها، لا، دي أسلوب حياة. لما نركز على اللي عندنا بدل اللي ناقصنا هنحس براحة نفسية كبيرة جدا. سبحان الله. جرب كده قبل ما تنام، اكتب 3 حاجات حصلت لك النهاردة، حتى لو الحاجات دي صغيرة. لو فنجان قهوة شربته الصبح مع حد بتحبه، لو ضحكة ما بينك وما بين صحابك، لو مكالمة صغيرة جات لك من عزيز عليك. عارف اللحظات دي هي اللي بتبني سعادة يومية حقيقية، وده اللي الناس البسيطة عارفة تعمله كل يوم. عارفين ده سرها اللي بيخليهم أسعد من غيرهم. كمان بقى لازم نتكلم عن المقارنات. كلنا بنقارن نفسنا بالآخرين، وده بقى أسرع طريق للتعاسة والفشل. عارفين بنبص للفلوس اللي عند الناس، للوظائف، للمظاهر، وبننسى إن كل واحد ليه تحدياته ومشاكله، وده بقى بيخلينا مش شايفين الجمال اللي حوالينا. فلو انتوا عايزين تعيشوا بسعادة لازم تتعلم إن احنا نبعد عن المقارنات، نتقبل ان الحياة مختلفة لكل واحد فينا، نعرف نستمتع باللحظة اللي احنا فيها حتى لو كانت بسيطة، لو فنجان شاي، لو ضحكة مع ولادنا، لو لحظة هدوء عشناها. كل ده بيفرق كتير لو عرفنا نستمتع بيه كويس. عارفين في قصص حوالينا كتير جدا بتأكد ان الكلام ده صحيح. يعني زي جار بسيط جدا ما عندوش فلوس، لكن كل يوم بيضحك في وش الناس، بيساعدهم، بيبتسم طول الوقت. لما بيسألوه ازاي عايش كده يقول لك سر صغير قوي، ان انا ممتن لكل حاجة في حياتي حتى لو بسيطة. عارفين ده بيخليه اسعد من ناس غنية حواليه كتير قوي. او زي واحد صاحبنا اكتشف ان فلوسه كلها عمره ما هتخليه سعيد. بدأ بقى يشارك ويشكر ربنا على النعم اللي عنده. حياته سبحان الله اتغيرت جدا، وبقى حاسس بفرحة حقيقية كل يوم. ده بقى اللي عايزين نوصل له، ان السعادة مش في الكتير، لا، السعادة في الرضا والامتنان، في القدرة على الاستمتاع باللحظات الصغيرة، في قدرتنا على حب اللي حوالينا، في مساعدة الناس. يا جماعة كل مرة تركز فيها على ده هتحس براحة وسلام داخلي، هتلاقي حياتك سبحان الله كلها بتتغير تدريجيا. عارفين مفيش وصف يوصل إحساس السعادة ده غير لما انت تجربه بنفسك. يعني كل يوم تضيف خطوة صغيرة لأسلوب حياتك. جرب حتى تبتسم أكتر، جرب تشكر ربنا أكتر، جرب كده تساعد حد حتى لو بكلمة بسيطة، جرب تبعد عن المقارنات. هتحس بفرق كبير جدا في شعورك العام. عارف الحياة بتتغير مع كل خطوة بسيطة بتاخدها. عارف لما تحط كل الحاجات دي مع بعض هتحس سبحان الله ان قلبك مليان، ان حياتك اهدى، ابتسامتك حقيقية. هتقدر تعيش كل يوم كأنه هدية من ربنا سبحانه وتعالى. فالسعادة الحقيقية مش مرتبطة بالمال او المكانة، لا، السعادة الحقيقية جوه قلبك انت، لما تكون راضي، لما تكون ممتن ومقدر اللحظة اللي انت فيها،
لما تركز على اللي عندك بدل ما تضيع وقتك في مقارنة نفسك بالناس التانية. عارف هتحس براحة وسلام داخلي، وده اللي بيديم فرحتك أكتر من أي حاجة تانية. في آخر كلامنا ودعائنا، اللهم اجعل قلوبنا راضية وعيوننا شاكرة وأيامنا يا رب مليانة سعادة حقيقية وراحة نفسية. يا رب بارك لنا في حياتنا، يا رب احفظنا من كل هم وحزن، وامنع يا رب عنا المقارنات اللي بتضيع سعادتنا، وعلمنا يا رب نشكر كل لحظة صغيرة ونستمتع بيها. في آخر كلامنا، لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تصلوا على حبيبكم النبي وتذكروا اسم الله في التعليقات. طبتم في أمان الله ورعايته. شكرا جدا على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.